الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا الخير كله الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني الكرام، درسنا في الحصة الماضية في باب الزكاة فضل هذه الزكاة وما يعود على الإنسان إذا أخرج هذه الزكاة، وأخذنا الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. اليوم إخواني الكرام سنأخذ الترهيب، الأشياء التي ترهب الإنسان في مانع الزكاة. بعض الناس رب العالمين وسع الله عليهم بالمال وأعطاهم المال الكثير، أو أعطاهم زرعا ولم يخرجوا زكاة زروعهم، أو أعطاهم إبلا أو غنما أو بقرا. كل ذلك إخواني الكرام إذا بلغ النصاب، وله حدود سنعرفها إن شاء الله بالتفصيل: زكاة الغنم، زكاة البقر، زكاة الإبل، زكاة الزروع. لكن ما يخص الناس هنا هو زكاة المال. لكن مع ذلك سنشرح بالتفصيل أن بعض الناس ما شاء الله بيرزقه بالمال هنا ويزكيه فيوسع عليه، يشتري أرض في بلده، أو يشتري مزرعة بقر، أو يشتري مزرعة غنم، أو يشتري هذه الأشياء. وهذه إخواني الكرام من الأشياء التي لا بد على المسلم أن يعرفها. فالزكاة إخواني الكرام قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في 83 موضع، 83 موضع. رب العالمين عندما يتكلم عن الصلاة يتكلم عن الايه؟ عن الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والله سبحانه وتعالى إخواني الكرام جعل هذه الزكاة، سماها زكاة لأنها تزكي مال الإنسان. معنى التزكية إخواني الكرام دايما عندما أزكي إنسان يعني أنا برفع من قيمته، بأشره أمام الناس. فسبحان الله العظيم هذا المال ينمي هذا المال، مع أن الإنسان لما يأخذ من مال الزكاة بيقتطع من المال، مش كده ولا إيه؟ لكن سبحان الله هذا المال طهرة للمال مما علق به من حرام، وزكاة له أي نماء له. رب العالمين قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم أي أن الإنسان لو علق بماله شيئا من الحرام الله سبحانه وتعالى يطهره بهذه الأشياء، ويزكي هذا المال أي ينمو ويزيد. سبحان الله يا إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام قل: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والله سبحانه وتعالى يا إخواني قال: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وتعرفون الأحاديث التي ذكرتها يا إخواني أن الرجل الذي سمع صوتا في سحابة، فلما تتبع السحابة وللا تسقط هذه الأمطار في الصوت الذي سمعه في السحابة. سمع صوت في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فالرجل استغرب، يسمع صوت في سحابة، اسقي حديقة فلان بعينه. فتبع هذه السحابة حتى وجدها وقفت ونزل المطر، ونظر خلف هذا الجدار وجد رجل يحول الماء ويسقي الزرع ومبسوط. قال: بالله عليك ما اسمك؟ قال: اسم فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالرجل قال: ما الذي دعاك للاستغراب؟ يعني انت ايه اللي مخليك تستغرب في هذا الموضوع؟ قال: والله هذه السحابة التي تسقي أرضك سمعت صوتا في داخل السحابة يقول: اسقي حديقة فلان. فلما تتبعت هذه السحابة وسألت عن اسمك هو الاسم الذي سمعته في السحابة. فبالله عليك ماذا تصنع؟ قال: انظر لخراجها اللي بيخرج منها. أقسمه 3 أقسام:
قسم أعود به على المزرعة، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم أدخره لأهل بيتي. فانظروا إخواني الكرام، حق المساكين سبحان الله، السحابة جاية مخصوص سايبة مزرعة فلان وفلان 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 ماشية، لكن جاءت فوق هذه المزرعة وصبت الماء نظرا لما يفعله من حق الله عز وجل وإعطاه للفقراء والمساكين. وضربت أمثلة أصحاب الجنتين، وضربت أمثلة كثيرة يا إخواني حتى بس نعرف أهمية الزكاة. الإنسان لو عرف يا إخواني الكرام أن الزكاة ستنمي ماله سيزكي. لكن الناس بتحسبها مادية. لو أنه معه 10,000 يورو ويقول له 10,000 يورو هذه عليها 250 يورو، يقول 250 ده أنا عايز حاجة بقى. ما تخدش العشر ده يا دوبك كملت، مش عايز حد يمسها. لو عرف أن هذه ال 250 يورو هذه هي التي تحافظ على هذا المال وتنمو، تخلي المال ينمو، كان يخرجها. مش كده ولا ايه يا اخواني؟ فلذلك يا اخواني مال الزكاة لا ينقص المال، بل يزيد المال، بل يطهر المال، بل صاحبه يا اخواني الكرام يكون في الدرجات العلى من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربع. إنما الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه الله علما. فهو إخواني الكرام لما رب العالمين أعطاه المال والعلم يتقي الله في ماله، فيعلم أن لله حقا فيه فيخرجه، اللي هو الزكاة. يعلم أن هذا المال إن الله سبحانه وتعالى له حق فيه فيخرجه، وأن له رحما فيصلهم بهذا المال. يعني رجل غني ما يتركش قريبه ولا خالته ولا ابن عمه ولا كذا، يدفدف عليهم يعطيه من هذا المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا بأفضل المنازل عند الله. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما، أعطاه المال لكن ما أعطاهوش العلم، فلا يعرف حق الله في هذا المال، لا يعرف لله حقا فيخرجه، ولا رحما فيصلهم، ويتخبط في ماله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو في أغمس المنازل، يعني والعياذ بالله منزلته دنيئة. يجي على النفرين التانيين: رجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا. فإذا بهذا الرجل ينظر إلى هذا الرجل الذي عمل الخير وخرج زكاة مال ووصل رحمه، يقول بنيته الصادقة: والله لو أن الله أعطاني مالا لفعلت فيه بفعل فلان، بعمل الرجل الصالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهم في الأجر سواء. يعني شوف سبحان الله، الإنسان بنيته ربما يبلغ أجرا مثل أجر هذا الرجل. قال: فهم في الأجر سواء. والرجل الرابع قال: لم يعطيه مالا ولا علما. فهو يتخيل هذا الرجل الذي يعيش في الأرض فسادا ويفعل المنكرات، فيقول: والله لو أن الله أعطاني مالا لفعلت فيه بفعل فلان. فهم في الوزر سواء. الأعمال بالنيات يا إخواني الكرام. لذلك الذي يريد أن تضعه في ذهنك أن الزكاة هي حق من حقوق الله عز وجل، وفريضة الله سبحانه وتعالى، كفريضة الصلاة، كفريضة الصيام، كفريضة العقيدة. الزكاة حق من حقوق الله عز وجل، جعله الله سبحانه وتعالى على الأغنياء يعطونه للفقراء، وله شروط. هذه الشروط إخواني الكرام إذا بلغ المال النصاب. إذا بلغ المال النصاب، يعني قيمة نصاب المال يا إخواني قيمة 80 جرام من الذهب. يعني لو أن الإنسان سأل على جرام الذهب الآن يلقاه ب 35 أو 40 أويرو. 40 أويرو يضرب إخواني 80 في 40 بكم؟ 8 4 في 8 ب 3200. لو أن الإنسان وصل إلى هذا الحد اليوم لازم يكتب هذا التاريخ، اليوم 13 أو 14 من جماد الآخر. عندما يحول عليه الحول أن يأتي جماد الآخر من العام القادم يوم 14 وجب عليه أن يخرج هذه الزكاة بنية إخراج الزكاة. لأن كثير من الناس بيقعون في إشكالية أخرى. كثير من الناس يخرج مال كثير جدا يقول لك الحمد لله أنا بخرج، لكن لا يأتي على رأس السنة ويحسب المال اللي عليه. لا، مال الزكاة يا إخواني عبادة حسابية. عبادة حسابية. زي بالضبط يا إخواني الكرام
أنا معايا 10 قروش لابد أحسب عليها كم من الزكاة وخرج. خرجت الزكاة الحمد لله، زيادة عن ذلك يحتسب لك إيه؟ صدقة. طب إيه الفرق بين الصدقة والزكاة؟ الزكاة فرض حق الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه خيارا، لابد أن إيه؟ أن يؤديه. أما بالنسبة للصدقة يا إخواني الكرام، الإنسان بخيرته، عايز يصدق يصدق، مش عايز هو حر. إن تصدق أخذ الأجر والثواب، إن لم يتصدق ما يعني حرم من الأجر، لكن هل يؤثم على ذلك؟ لا يؤثم على ذلك. وهذا الفرق يا إخواني الكرام. يبقى لذلك الإنسان لابد عليه أن يجعل له موعدا ثابتا، والموعد الثابت إخواني الكرام يربط بشهر عربي، لا يربط بشهر فرنسي. زي مثلا احنا الآن في شهر ما؟ شهر كامل الآن أبريل. يقول لك النهارده مثلا 28 أبريل، بلغ مالي 28 أبريل، 28 أبريل السنة الجاية أخرج مالي. لا، إذا كنت تتعامل بهذا بتاكل من حق الله كل 33 سنة، لأن سبحان الله كل 33 سنة يا إخواني الكرام من السنوات الهجرية تعد 32 سنة في السنة الإيه؟ تعد 34 سنة في السنة الميلادية. فلذلك يا إخوان لما الإنسان يربط بشهر رمضان، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، أي وقت. زي إخواني بعض الإخوة المغاربة دايما مربوطين بشهر المحرم لما فيه من عاشوراء، يقول لك نعشر المال. هذا يا إخواني الكرام عادة طيبة، لكن الناس المفروض ما يربطوهاش بهذه العادة فقط. ربما مالك أنت يبلغ في شهر محرم، أنا مالي يبلغ في شهر رمضان، أبو سعد يبلغ ماله في شهر ربيع الأول، وهكذا. وسبحان الله هذه الحكمة يعلمها الله. لماذا؟ قال لك لأن كل مسلم لما خرج في شهر معين، يعني مثلا على سبيل المثال احنا في قرية فينا 20 غني، 20 من الأغنياء، هذا خرج في ربيع الأول، هذا في ربيع الثاني، هذا في رجب، هذا في شعبان، هذا في كذا، كل اللي خرج ينظر للفقراء والمساكين. فما يكونش يا إخواني الكرام الفقراء والمساكين محتاجين، تخرج هذه الزكاة على طول العام، نظرا لأنه بلغ النصاب عندك في يوم معين وبلغ النصاب عندي في يوم إيه معين. طب بعض الناس يا إخواني الكرام مربوط بشهر رمضان، يقول لك ليه؟ لأن في رمضان الفرض ب70 فرض. فرض ب70 إيه؟ فرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب في عبد بخصلة من خصال الخير إلا كان كفريضة فيما سواه، وما أدى فيه فرضا إلا كان 70 إيه؟ فريضة. فيقول أنا عايز أخرج زكاتي في رمضان عشان آخذ أجر 70 فريضة، ما في مانع من ذلك. يبقى إذا أنت تربط مالك في شهر رمضان بهذا التاريخ، بحيث أنك إذا جاء هذا اليوم تحسب مال الزكاة كاملة. شوف مثلا عندي مثلا 100,000 يورو، أضربها في 2.5 على 100 تطلع ب 2500 يورو. 2500 يا إخواني الكرام في هذا اليوم الذي حان موعد العطاء ما آخرهاش. لكن أهل العلم يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج قبل إحالة الحول؟ نعم يجوز له ذلك. لماذا؟ قالوا لحاجة الفقراء والمساكين إلى الطعام والشراب والكساء على طول العام. هل الفقير بياكل في شهر رمضان بس؟ لا، الفقير محتاج طول السنة. في شهر 9 في عيال بتدخل مدارس، ابنه يمرض ومحتاج طعام وشراب. ففي هذه الحالة يا إخواني الكرام يجوز للإنسان أن يكتب في أجندته الخاصة ما أخرجه تحت حساب الزكاة في هذا العام، عام 1434. وأجي مثلا واحد فقير خد مني 100 يورو، أنوي أنها من زكاة مال وقيته. واحد احتاج 500 يورو، أخرجها وأكتبها في ورقتي. وبعد ذلك عندما يأتي اليوم المعهود الذي أريد أن أخرج زكاة مالي فيه، أحصر كل الأموال التي دخلت لي وأزيد عليها كمان اللي أنا أعطيته للفقراء والمساكين. مثلا بلغ 10,000 يورو، خلاص 10,000 أضربها في 2.5 على إيه؟ على 100 تطلع ب 250 يورو. خرجت منها أنا طول السنة 100 يورو، وعليا كم؟ 150 لابد أن نخرجها في التوة واللحظة للفقراء والمساكين. عارفين ليه يا إخواني؟ عشان تقي نفسك من عذاب النار يوم القيامة. أنا أقول لكم الأحاديث التي وردت والآيات التي وردت في الترهيب من مانع الزكاة، حتى يعرف الإنسان إخواني الكرام أن هذا فرض الله، وأنه واجب على المسلم أن يعقل هذا، كما أنه يصلي لابد أن يؤدي زكاة الإيه؟ زكاة المال.
الله سبحانه وتعالى يقول إخواني الكرام: والذين يكنزون الذهب والفضة، والعياذ بالله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا الإنسان الذي يكنز الذهب والفضة ولا يخرج منها في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى توعده بالعذاب الأليم، وجعل الدعاء يقولون له فبشروا بعذاب ايه؟ فبشرهم بعذاب أليم. شوفوا المصيبة اللي جاية، نسأل الله العفو والعافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم، والله سبحانه وتعالى يقول لهم: ذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى إذن إخواني الكرام، هل الإنسان يعد مال لنفسه عشان تكون صحائف من نار يوم القيامة تكوى بها جباهه وجلوده؟ واحد يقول له: سبحان الله. عارفين يا إخواني الكرام، أصعب حاجة في العذاب الجلود، لأن الإنسان إذا احترق الجلد، حشاكم نسأل الله العفو والعافية، وبدأ الألم يدخل في اللحم، الألم يقل، لأن أول الإحساس عندك في الإيه؟ في الجلد. سبحان الله، تسمى الحواس الخمس. أول ما الإنسان يلمس حاجة سخنة يقول: أي مش كده ولا إيه؟ سبحان الله. فلذلك يا إخواني الكرام، رب العالمين جعل هذا العذاب مستمر. قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والعياذ بالله، ليذوقوا العذاب. ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب، نسأل الله العفو والعافية. حتى الإنسان يا إخواني الكرام في عوامل البرد الناس يقول لك: غطي الأطراف ديك، البس على رجليك والبس الجوانت وغطي أذنيك، تحس إنك دفيان ولا لا؟ لكن لو أنت مش متغطي في الصيف في الشتاء، ايديك متعريه ومش لابس تقاشير كويسه واذنيك متعريه للهواء، البرد، الثلج اللي هو اقل من 10 و15 درجه، الانسان دائما عنده البرد ويدخل البرد في داخله، والعياذ بالله. مش كده ولا ايه يا اخواني؟ لذلك سبحان الله العظيم، عذاب الله سبحانه وتعالى لاصحاب المال يا اخواني الكرام، جعل هذا المال يتكون صحائف واحجار تكوى بها جباههم وجلودهم بما كانوا يكنزون، والله يقول: ذوقوا ما كنتم تكنزون. وسبحان الله رب العالمين يقولنا في آيات أخرى يا إخواني الكرام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه؟ ليذوقوا العذاب. نسأل الله العفو والعافية. والله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام يقول في آية أخرى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نسأل الله العفو والعافية. يعني هو يحسب الإنسان الذي عنده المال ويبخل على الفقراء والمساكين وعلى إعطائهم حقوق الله عز وجل أنه هذا خير لي، لا، هذا شر لهم والعياذ بالله. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. ليه يا رب؟ سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. قبل التطويق هذا يا إخواني الكرام والعياذ بالله تكسى جلدهم كامل حتى صدورهم بصحائف من حديد ويحمى بها في نار جهنم، فوالعياذ بالله تلتصق بها أجسادهم. نسأل الله العفو والعافية. شوف، تخيل لو أن الحديد يا إخواني، الإنسان لمس حديد كده، تعرف لو أنه سخن والإنسان رفع بسرعة بتأخذ أشياء بسيطة، لكن لو أن هذا النار سخينة جدا ووضع يده تلصق يده في النار والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. لذلك هذه إخواني الكرام تكون صحائف حول جسد الإنسان يطوق بها الإنسان لا يستطيع أن ينفك منها. إذا عندك الفكاك الآن، ينفك منها إزاي؟ بأنك لا تبخل على الله سبحانه وتعالى بإخراج هذا الحق. الله سبحانه وتعالى أكرمك وأعطاك المال وأغناك، فربط عليك قدرا تعطيه للفقراء والمساكين، وجب عليك أن تخرجه. تعالوا نشوف، أنا أكتفي بهاتين الآيتين ونأخذ حديثين أو ثلاثة اليوم كمان. والأحاديث التي يرويها إخواني الكرام رواها الشيخان أي البخاري ومسلم. انظر إخواني الكرام فيما رواه الشيخان عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، يعني عنده كنز، الكنز هذا يا إخواني كنز مال أو كنز ذهب أو كنز فضة، ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم فيجعله الله سبحانه وتعالى صفائح والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. تخيل لو أن إنسان يا إخواني الكرام نسأل الله السلامة والعفو والعافية عنده كنز من مال أو من فضة أو من ذهب ولم يؤدي هذا الحق يعني الزكاة، فسبحان الله هذا الكلام يا إخواني الكرام قبل يوم القيامة يعني في قبره الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المال سواء كان ذهب أو فضة أو مال صحائف يا إخواني زي قطع الحديد، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الصحائف يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وظهورهم إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى بينهم، نسأل الله العفو والعافية. طب هذا صاحب الكنز. وما من صاحب إبل، يعني عنده نواق وإبل وبلغت النصاب ولم يخرج حق الله سبحانه وتعالى إلا جاء له هذا القطيع ويكون له حوافر فيدسون صاحب هذا المال، يدسون عليه بحوافر، كل هذا القطع يمشي عليه حتى ينتهوا فما يصل إليه آخره إلا يرجع أوله مرة ثانية، نسأل الله العفو والعافية. تخيل لو أن ناقة يا إخواني الكرام داست على واحد ولا فعلت برجله هكذا، هذه الناقة عندها قوة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل يا إخواني لها قوة فائقة، ولكن رب العالمين سخرها للإنسان، جعل الله سبحانه وتعالى عين محدبة تنظر إلى الإنسان الذي يقودها أنه أكبر منها بكثير، فعندما تنظر إلى الطفل الصغير اللي هو يجرها شايفها أكبر منها بكثير فتنخضع لها وتمشي. فسبحان الله العظيم يا إخواني الكرام، لأن ربنا سخرها للإنسان. لكن مرات الناقة يا إخواني تشرب الهواء فتطير في الشمس، ما حدش يقدر يقف في جنبها، ما حدش يقدر يقف في طريقها، لأنها لو أنها طالت إنسان ستدوس عليه وهكذا. تخيل يا إخواني الكرام إن الإنسان حشاكم لو عنده بقرة أو حمار أو كذا ورفسه بقدمه، منهم من يجز عليه بيموتوا تماما. تخيل أن هذا القطيع من الإبل يمثل له يوم القيامة كقطيعا أوفر ما كان من الدنيا، فيدوسون على صاحبه حتى ينتهون آخرهم، فعندما ينتهي آخرهم يأتي إليه أولهم إلى أن يحكم الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة. تخيل يفضل يدوسوا عليه إلى أن يأتي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح على الأرض وتمثل له هذا القطيع كأوفر ما كان في الدنيا، فيدوسون عليه بأحفارهم فما ينتهي آخرهم حتى ترد عليه أولهم، نسأل الله العفو والعافية. كل ما يمشي القطيع كامل ينتهوا آخر واحدة يكون القطيع بدأ مرة ثانية لف وجاي عشان يدوس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهي آخرهم حتى يأتي أولهم، أو حتى لا ينتهي آخرهم حتى تأتي أولهم مرة ثانية حتى يحكم الله عز وجل بين عباده يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. طيب بعدين يا إخواني في غنم، قال عليه الصلاة والسلام: وما من صاحب قطيع من الغنم لا يؤدي زكاة ماله إلا بطح له بقاع قرقر يعني مكان وطي كده، فيمثل له هذا القطيع كأوفر ما كان في الدنيا يعني العدد وزيادة، فيدوسون عليه بأحفارهم حتى ينتهوا منه فما انتهى آخرهم إلا جاء أولهم والعياذ بالله. وهذا الحديث يا إخواني الكرام في صحيح البخاري ومسلم. يبقى إذن يا إخواني الكرام العملية مش سهلة،
العملية يا إخواني الكرام ليس بخيرة الإنسان. لو أن الإنسان عنده هذا المال بلغ النصاب وجب على الإنسان أن يخرج حق الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يا إخوان أيضا رواه الشيخان أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من آتاه الله مالا، من آتاه الله إيه؟ مالا ولم يؤدي زكاته إلا مثل له هذا المال كشجاع أقرع له زبيبتان يطوقانه يوم القيامة ثم يأخذون بلهمزته أي يعني شفتيه حتى يقودونه. والله سبحانه وتعالى يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ولا يحسبن الذين يكنزون أموالهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قال لك سبحان الله صاحب المال هذا يمثل له ماله كثعبان أقرع له زبيبتان. هذه الزبيبتان تلتهم الإنسان والعياذ بالله من شفتاه ويطوق هذا الشجاع الأقرع فيسوقونه إلى الفصل في القضاء. زي ما واحد يكون ظالم إخواني الكرام ويأتي العسكري عشان يقدمه للقاضي. ده يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية اللي هو يوم الفصل. تخيل إن هذا المال يعني سبحان الله يحمى عليه حتى يوم الفصل يوم القيامة. في يوم القيامة يمثل له هذا المال الشيء الأشنع، يعني بعد ما اتحمى عليه وتكوى به في نار جهنم جباههم وظهورهم، يجي يوم القيامة ليوم الفصل يمثل هذا المال كشجاع أقرع ثعبان له هذه اللمستان، يمسك الإنسان من شفتيه يقوده ويلتف حوله حتى يقدمه إلى الفصل القضاء يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. إذا إخواني الكرام العملية نسأل الله ربنا ينجينا من فضله سبحانه وتعالى. الحديث الثالث إخواني الكرام الذي أقول لكم اليوم وأكتفي به: إن منع الزكاة قد يمنع الخير عن الأمة كلها. نسأل الله العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي يرويه عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. وقال في حديث آخر: 5 خصال إن ابتليتم بهن ونزلن بكن أعوذ بالله أن تدركوهن. 5 خصال هذه لو أدركت هؤلاء الناس سيعم بهم هذا الشيء. أول هذه الصفات يا إخواني: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا فيها علانية إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم يكن يسمعونها من قبل. نسأل الله العفو والعافية. تخيل يا إخواني. وبعدين خلي بالك إن ربما الإنسان ما يكونش فعل هو المعصية، لكن قد يكون سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سكت عن الأمر بالمعروف والنهي. هذا الشيء يا إخواني الكرام الفواحش إذا أصابت المجتمع بيشترك فيها ابنك وابن أخوك وقريبك وعمك، فلو أننا أخذنا على أيديهم نجينا جميعا، وإذا لم نأخذ على أيديهم هلكنا جميعا. نسأل الله العفو والعافية. ويعم الله سبحانه وتعالى الأمة بعذاب. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها علانية، حتى يعلنوا بها علانية، إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم يكن يسمعونها من قبل. الآن نسمع في بعض بلاد العرب في إشارات المرور يتعانقون، وبعض الناس يحكي لي يقول لي فاتوا أوروبا كمان، غلبوا أوروبا. نسأل الله العفو والعافية. يعني يا إخواني الكرام هذه فواحش. وإذا ما الإنسان ده احنا زمان الأول إخواني كانت أمهاتنا إذا رأت شبح الرجال كانت يعني كشف وجهها، كانت تكشف على نفسها كل الغطاء الأسود هذا الذي يسمونه خيمة الآن، لكن هو نقاب، هو حجاب العفة. كانت المرأة تدلي على نفسها هذا الثوب وتخرج بعيدا حتى الآن يا إخواني الكرام النساء الكبار في السن لا يظهرون شعورهم حتى بين أبنائهم ولا بين أقاربهم لأنهم عندهم حياء. لكن الآن يا إخواني الكرام أصبح الناس يتباهون بالمعاصي، أصبح الناس والعياذ بالله
اللي كشف شعرها هي المدرن وهي المتحضرة، ويعلنوا بهذا علانية، فأصاب الناس الأوجاع والأمراض وحل بنا البلاء. واحد يقول له طيب هل الإنسان هو اللي عمل؟ ما حد كان يسمع على السرطان، ما حد كان يسمع يا إخوان على هيباتيتس سي. لما كبرنا وجينا أوروبا نسمع عن هذه الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. الحاجة الثانية يا إخواني الكرام، قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم يسمعوا بها من قبل. الأمر الثاني قال ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. يعني الناس يا إخواني الكرام الكيل والميزان هذا، يعني سبحان رب العالمين قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والكيل يا إخواني مش الكيل بتاع الميزان فقط، حتى الحق اللي بينك وبين أخوك، لو أنك لك حق لا تزيد على هذا الحق ولا تزايد على هذا الحق، قل الحق. وبعد ذلك إذا حكم لك من يحكم بينك وبين أخيك لابد أن ترضى. وما كان المؤمنين يا إخواني الكرام إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما دام أنت ارتضيت أن يحكم بينك الناس لا تزايد، فهذا التزايد هو تطفيف في الكلام، طففت أي زدت عن الحد. وهكذا يا إخواني الكرام والميزان، وزي ما تقول يعني الشيخ محمد قال للدكتور خالد كنت عازم هنا شرح على آية واحدة فقط يا إخواني ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، خطبة كاملة ذكر فيها الاشتراس البال، ذكر فيها حتى الأتوبيس إنسان يعني يركب أسود، ذكر فيها هذه الأشياء. فالذي أريد أن أقول يا إخواني الكرام أن الناس إذا تكلموا في حقوقهم يزايدون حتى يثبتوا الحق لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال محذرا الناس يعني على أقوام يأتي هو وأقوام آخرين يتحكمون عند رسول الله، قال لأن يكون أحدكم أبلغ في حجته من أخيه وأحكم له وهو الحق عليه إلا أن يطوق بما حكمت له في نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. بمعنى إيه يا إخواني؟ يعني ممكن واحد يجي في قضية هو وواحد آخر، هذا ظالم وهذا مظلوم، والمظلوم مسكين ما يعرفش يتكلم، لكن هذا الظالم ألحن حجة منه، فإذا به يتكلم فالقاضي خلاص ما عندوش أي دليل، كل الأدلة قال الرجل، فلما هو كان ألحن في حجته من هذا المظلوم حكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذره يقول اوعى حد يوصل لهذا، لأن حتى ولو حكمت له في الدنيا في يوم القيامة سيطوق بهذا في نار جهنم والعياذ بالله. إذا إخواني الكرام العدل في الميزان والعدل في الكلام والعدل في الأحكام والعدل في كل شيء ده بيخلي الرزق يكون مستمر. أما إذا من الناس طففوا إخواني الكرام أخذوا بالسنين أي الفقر، يعني يضوب بهم الحال بعد أن كانوا أغنياء يصيرون فقراء، بعد أن كانوا غير محتاجين أصبحوا محتاجين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. وشدة المؤنة وجور السلطان، شدة المؤنة يعني الفقر، يعني الإنسان يحتاج ما فيش، وجور السلطان الله يسلط علينا والعياذ بالله الحكام الظلمة، نسأل الله العفو والعافية. اللي تخص درس النهارده إخواني قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني سبحان الله العظيم الناس لما منعوا زكاة أموالهم إخواني الكرام يمنعوا المطر من السماء، ورب العالمين سبحانه وتعالى ربما يمطر على أهل بلد المطر ليس بسببهم هم ولكن بسبب من؟ بسبب البهائم. ولولا البهائم لم يمطر، لأن البهائم إخواني الكرام سبحان الله العظيم يعني قائمة بحقها، الله سبحانه وتعالى جعلها أنعام تأكل وتشرب، إذا وديناها تحرس تدور في الآلات تدور، إذا ذبحناها نأكل لحومها ونتغطى بجلودها فتؤدي دورها.
فلذلك سبحان الله العظيم إخواني الكرام، هذه الأنعام ليس لها ذنب فيما يحدث في هذه الشعوب، فلذلك الله ينزل عليهم المطر. ولذلك يا إخواني الكرام لما يحصل يعني عدم المطر تماما ومنع الناس القطر من السماء، في صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، إن الإمام يدعو الناس لكي يخرجون لصلاة الاستسقاء فيصلون الاستسقاء ويخطب فيهم خطبة يحثهم على الطاعة وعلى التوبة والاستغفار من الذنوب، فينزل الله سبحانه وتعالى المطر. وهذا يحضرنا يا إخواني الكرام بسبب المعاصي. تعرفون في عهد سيدنا سليمان، في عهد سيدنا موسى عليه السلام، منع المطر، فإذا سيدنا موسى ناجى ربه قال يا رب أريد، لماذا منعنا المطر؟ نريد أن ينزل علينا الغيث. فإذا بهم سبحان الله العظيم الله قال لسيدنا موسى يا موسى إذا أردت أن أنزل عليكم المطر في رجل عاصي من بينكم، اخرجوا من بين القوم وأنا أنزل عليكم المطر. فسيدنا موسى خطب في الناس يا ناس فينا رجل عاصي إذا خرج من بين أيدينا سينزل علينا المطر. فلم أحد يخرج لأن الرجل استحى لو خرج بين الناس سيفضح نفسه، فتاب بينه وبين الله توبة صادقة، قال يا رب تبت بيني وبينك فاستر علي ولا أعود إلى هذا الذنب مرة ثانية. تاب. فبعد قليل إخواني الكرام نزل المطر، فسيدنا موسى نادى ربه قال يا رب أنت قلت يخرج حد من الناس عاصي ولم يخرج أحد. قال يا موسى تاب إلى الله عز وجل، فلما تاب قبلت توبته وأنزلت المطر. فسيدنا موسى قال له يا ربي أنا أريد أن أعرف من هذا الرجل. قال له يا موسى سترته وهو عاصي أفضحه إذا تاب. فسبحان الله يا إخوان رب العالمين ما يفعل الله بعذابنا وما يفعل الله سبحانه وتعالى بنا إذا تبنا إلى الله واستغفرنا. الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام ستير حليم كريم رحيم. قال عليه الصلاة والسلام يبيت أحدكم على المعصية ويستره الله سبحانه وتعالى ويصبح هذا الرجل وقد كشف ستر الله عليه. يباهي الناس بالمعاصي. يقول لك اللي لابس سن نصارى وكانت مش عارف كذا، ويحكي للشباب ويحكي لاصحابه، اذا ليس يعني في اماكن المعاصي والعياذ بالله، فاعلنوا فيها علانيه فينزل فيهم الاوجاع والامراض، ويمنعوا الزكاه يا اخواني الكرام فتحل بهم يحل بهم البلاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وما منعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إذا إخواني الكرام لو أن الإنسان يعرف فوائد الزكاة، يعرف لو أننا خرجنا الزكاة العمليات تمشي طبيعية جدا، الماء هينزل والأرض هتشرب والزرع هينمو ويربي لنا الثمر وناكل إحنا والفقراء والمساكين. لكن لما نمنع حق الله، الله يمنع المصدر الرئيسي الماء. خليك عاد جيب مية اسقي. المية يا إخواني الكرام تمتنع، إذا منعت الماء خلاص ما أحد يستطيع يزرع ولا يحصد. نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك يا إخواني الكرام قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. نسأل الله العفو والعافية. هذا ما كان حادث في الأنظمة السابقة وفي بعض البلدان لحد الآن، نسأل الله الستر والسلام. شوفوا يا إخواني الكرام لم ينقضوا عهد الله. عهد الله رب العالمين أخذ علينا العهد يا إخواني الكرام أن نؤمن بالله عز وجل ونعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحقق العدل في البلاد، وأن نقيم العدل بين العباد. إذا نقضنا عهد الله نسأل الله العفو والعافية يا إخواني الكرام. واحد يقول في ذو السلطة وفي ذو القوة وفي ذو يعمل كل شيء، لكن نقض عهد الله. وما فيش أكثر يا إخواني الكرام من نقد إلا أنهم يحيدوا شريعة الله عن منصة الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل البنوك بتاعتهم تفلس والعياذ بالله. انظروا يا إخواني وهذا درس لنا جميعا. من أعان ظالما أعانه الله عليه. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يا إخواني الكرام لا بد علينا أن نتقي الله عز وجل وننفذ عهود الله. هناك عهود بيننا احنا شخصيا يا إخواني الكرام. إيه العهود هذه؟ نحترم أخي، لا أتكلم عليه بالغيبة، لا أنم في حقه، لا أظلمه في غيبته، لا أعتدي على ماله، لا أعتدي على عرضه. مش كل هذه حقوق على المسلم على المسلم. في حقوق في بيتك قد تقصر فيها، حق زوجتك. بعض الناس يقهرون أزواجهم يضربونهم ليلا ونهارا ويفعلون بهم الأفاعيل
وأنت كنت فين؟ أنت كنت في بلاد ما فيها كذا ولا كذا، ويقهر هذه المرأة، وهكذا نسأل الله العافية. إذن هذه عهود ومواثيق إخواني الكرام، حدود الله لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. لما ما ينفذش هذه العهود الله يسلط عليه عدو فيستنفذوا ما في أيديهم، الشيء اللي أنت مالكه وحق من حقوقك يروح من إيدك من غير ما تشعر. لماذا؟ لأنك ما مشيتش على السوية، ما مشيتش على تنفيذ أوامر الله، ما مشيتش على تنفيذ عهد الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة يا إخواني الكرام نكمل لهذا الشيء اللي هو الحكم. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. نسأل الله العفو والعافية. إن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، يعني لو ما حطوش كتاب الله على منصة الحكم وحكموا فيما بينهم بهذا القرآن العظيم بأحكام رب العالمين إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. تعال الآن تشوف في بلاد العرب 160 حزب ما شاء الله، تلقى البلد 8 مليون 9 مليون وتلقى فيها 83 حزب ولا 84 حزب تبع أحزاب الكثير، لكن احنا كل واحد عامل له حزب وكل حزب بما لديهم فرحون. لو أن في حكم الله سبحانه وتعالى ويرجع الظالم ويرجع المفسد واللي يخرب تقطع ايده واللي يسرق تقطع ايده واللي يزني يرجم واللي يحكم شرع الله، كان كله يمتنع عن هذه الاشياء، يمتنع ان يمد يده بالفساد في اي مكان في بلاده. لذلك يا اخواني الكرام شريعه الله سبحانه وتعالى هي المنقذ الوحيد، هي المنقذ الوحيد لاخراج هذه الامه، لكن متى؟ عسى ان يكون قريبا ان شاء الله رب العالمين. اذا اخواني الكرام منع الزكاة قد يمنع القطر من السماء، ومنع القطر من السماء منع الماء، يعني يمنع الزرع ينمو. وحتى لو أن الإنسان ملك المال، هو المال ده إيه يا إخواني؟ المال مش بيجيبه الإنسان عشان يجيب بخبز ولبن وياكل ويشرب، مش كده ولا إيه؟ ونروح نلاقي الفاكهة اللي إحنا عايزينها ولا لا؟ واللحم اللي إحنا عايزينه، ها؟ طب لو امتنع المطر، يعني ما فيش زرع هينمو، يعني ما فيش بهايم هتاكل، يبقى ما فيش إدرار لبن، النبات ده هو مش هينمو، مش هيبقى فيه فواكه، مش هيبقى فيه محاصيل، مش هيبقى فيه زروع، يبقى فيه هلاك الامم ولا لا؟ بسبب ايه؟ بسبب منع الزكاه. اذا كون ان الانسان يخرج زكاه ماله، الماء ينزل تنبت كل الاشياء. ودوره الميه في القران الكريم رب العالمين جعلها في سوره اخواني الكرام عبسا. قال: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تعال لحد فاكهة وبعدها كلمة أب بس، لحد فاكهة ألوان وأصناف الزروع المختلفة والفواكه المختلفة. فلينظر الإنسان إلى إيه؟ طعام. هل الطعام ده يا إخواني انظر لرغيف الخبز بس، دقيق ومية، وبعد سواء بنحط عليه بعض الاشياء حبه سودة ولا اللب هذا اللي جاي عشان يكون نكهته حلوه ولا سمسم، كم حاجه في هذا الرغيف. بعدين يجي الراجل يقول لك واحد انا عايز بس اغمس باللبن، يعمل اللبن كده ويحط الكسره فيه كده ويشرب اللبن معاه، مش كده ولا ايه؟ جاي من الحيوان. طب بس خليك معايا. وبعدين يا اخواني الكرام قال: فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا، الماء الصب من السماء، ثم شققنا الارض ايه؟ شق. لما الارض تشققت ورمينا فيها البذور ونزل الماء بدا ينبت الزرع، مش كده ولا ايه؟ ثم شققنا الارض ايه؟ شق فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق اي الوان الزروع المختلفه وحدائق غلبا وفاكهه وابا، لحد فاكهه كل يخص الانسان. والاب الحشائش، الحشائش اللي تطلع حول الاشجار والحاجات اللي تطلع كده في الارض ياكلها مين؟ الحيوان. فقال كل ده لحد الفاكهه متاعا لكم ولانعامكم، اي الاب هذا ياكل الانعام. فانت بتاخذ من اصناف الاب كل الوان الطعام والفواكه بسبب الميه، مش كده ولا ايه؟ والاب هذا ياكل الحيوان عشان يتغدى بيه، يبدا يربي اللحم، يبدا يا اخواني الكرام يعمل لنا اللبن نشرب منه اللبن، مش كده ولا ايه؟ طب لو بامتنع المطر هل الحيوان هياكل؟ لا ياكل حيوان ولا ينمو نبات، فالناس كلها تموت، مش كده ولا ايه؟ فالانسان لو نظر للعمليه الاقتصاديه يا اخواني يجد ان مصدرها الوحيد هو الايه؟ الميه. لو امتنع الماء الناس كلها تموت،
ورب العالمين قال آية واحدة في القرآن الكريم يا ريت نعتمد بيها، قال وجعلنا من الماء إيه؟ بس كل شيء حي. الأرض تحيا بالماء، الزرع يحيا بالماء، الشجر يحيا بالماء، الفاكهة تحيا بالماء، الحيوان بالماء، الإنسان بالماء. كل إنسان محتاج لنعمتين، عارفين هم إيه؟ الماء والهواء، ومحدش يقدر يمسكهم أبدا. لا الماء لحد يتحكم فيه ولا الهواء حد يتحكم فيه، مش كده ولا إيه؟ نعم الله سبحانه وتعالى أعطاها لكل البشرية. فلذلك يا إخواني الكرام نحاول نتعرف على هذا الدين العظيم، الدين اللي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، ونشوف أوامر الله. مش أوامر الله يا إخواني الكرام بطش بين ولا ظلم لعباده، حاشا لله. ده رب العالمين فرض هذه الأوامر حتى تستقيم حياة البشر، حتى يعرف كل منا ما له وما عليه، يعرف الغني حقه وما عليه فيعطيه للفقير، فتمشي العملية بانسجامية محترمة. نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العطاء المستمر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المصلين ومن المزكين، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مقتلا عليك الرزق. اللهم استرنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا بسترك الجميل واتم علينا نعمتي العقل والدين، وفقهنا في الدين يا رب العالمين، وعلمنا التأويل، وانصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وعبادك الصالحين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين وعباد الله الصالحين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واهلكه يا رب كما اهلكت عاد وثمود. وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. انصر اخواننا في سوريا وارفع عنهم البلاء، وانصر عبادك في مصر وفي تونس وفي كل مكان من بلاد المسلمين يا رب العالمين. وفي اخواننا في العراق اللهم انصرهم، اللهم انصر اهل السنه والجماعه في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وارفع رايتهم يا رب العالمين، واغزل كل من خذلهم وكل من ارادهم بسوء يا رب العالمين. نكس اعلامهم وتعطي رؤوسهم، واجعلهم يا رب عبره لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واجعلنا من المقيمين الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذريتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.